حصلت فيه انطلاقا 1914 1910 1914. كان ثاني مسجد أسس هي زاوية سيدي العابد القديمة بمنطقة تانفدو، هي التي كانت تأسست كثاني مسجد بعد مجيء قانون تأسيس المساجد التلميذية. كانت نوعين يديروا مساجد بنوع المسجد الكبير بنية تنفدو سبقوكم ببضع سنين بنوا زاوية العابد سيدي العابد القديمة رجعوها مسجد الآن المركزي تاع تنفدو، ثم بعده بني هذا المسجد. هذا المسجد هو الثاني مش باش نصحوا المعنى، وإن كان يعني المسجد تنفدو مش بعيد يعني تنفدو غير يعني كنتوا تصلوا فيه معاهم يا أخي. وهذا الأمر لا ينقص من قيمة هذا المسجد شيئا، بالعكس نقولوا حقيقة تاريخية أحسن. يعني هذا راه خير مسجد تاع الكوش تاع المدنية الجديد هذا وتاع هذا اللي راح تبنيو به، وخير على تاع عجلة وخير على تاع كامل. هذا المسجد الثالث وهذا أمر مشرف أنكم كنتوا سباقين لبناء المسجد. وأخبركم أن هذا المنطقة العربي خلال بداية القرن في الثلاثينات بدأت الحركة الإصلاحية كما هو معروف. الكل يسمع بن باديس. يا أخي أنا عندي سؤال، هل كان لابن باديس طريق إلى العرب؟ كاش واحد يقول لكم بن باديس جنة مجاز. أنا أقول لكم اللي فات منا 3 مرات بلاد عربي واجتمع مع سكانها في مسجدهم هذا، لأنه باديس كان يزور المنيا دائما لأنه كان يدرس عند الشيخ سيد بن بويدة في الجامع الكبير، وانتقل في بداية 1913 يعني مع قبيل فتح المسجد الكبير كان يأتي إلى أسرة تسمى أسرة الهتيت، ثم بدأ يأتي إلى المنيا انطلاقا من 1925 السنة التي جاء فيها الشيخ بن بويدة. في سنة 1928 جاء المنيا والتقى مع الشيخ العلامة سي محمد بن مصطفى دريوش، وانتقلوا إلى منطقة بني فرقان مرورا على هذا المسجد إلى مسجد هناك كان يسمى مسجد سيدي محمد الكنوني أو الكنوني، مازال اليوم هذا المسجد القديم ببني فرقان كان ينتقل إليه للقيام بالدعوة الإصلاحية. وقد تبعه من منطقة بني فرقان رجال كثر، من لا يعرف سي محمد الخطاب فرقاني معروف رغم أنه ما كان شيخ ولكنه كان ملياردير ومن أكبر مناصري جمعية العلماء المسلمين ماديا، كان هو اللي يعطي الدراهم لهذه الحركة الإصلاحية. وأسرة عبادة أيضا في بني فرقان معروفة، سي مصطفى عبادة وسي أحمد البكي عبادة عنده حوالي شهر اللي توفى في العاصمة، اتبعوا ابن باديس ونزل، كان كل ما يصل إلى منطقة ينزل بمسجده. بل المسجد هذا أصلا كان موجود، تتصوروا أن ابن باديس مرة هنا لم يجتمع فيه. ذكر سي عمار الطالبي في أعمال كاملة عن باديس ذكر أنه نزل بمساجد المنية كلها وقال أنها كانت 4 مساجد، وهي فعلا مسجد كبير، مسجد تاع تنفدو، مسجد البلاد العربي، ومسجد سيدي محمد الكنوني ابن فرقان. إذا فيذكر عمار الطالبي أن ابن باديس نزل بهذا المسجد، ورحلات ابن باديس إلى ابن فرقان كانت 3، ومصطلح الذي استعمله الطالبي واضح، قال كان كلما نزل بالمنيا زار مساجدها 4، وهذا إحدى تلك المساجد. وبالتالي يمكن أن نستنتج من هذه الشهادة شهادة الشيخ الأستاذ الدكتور عمار الطالبي أن ابن باديس مر بهذا المسجد 30 مرات. لو مع من تلاقى مع من اجتمع واش قال له الله أعلم، ولكنه مر أكيد بهذا المسجد ابن باديس الحركة الإصلاحية. أتقدم قليلا، من المعروف أن الحركة الوطنية التي جاءت بعد الحركة الإصلاحية كانت منتشرة بمنطقة المنيا، وكان لها بعض الأقطار مثل سي محمد العربي الأحمر أو سي صالح بن عتيقة أو صالح قلبي أو سي عيسى وسيف وغيرهم من السكان الذين كانوا في وسط المدينة. لأنه لكي نتفق يا جماعة، الحركة الوطنية هذا المصطلح التي كانت مهيكلة في شكل جمعيات ذات طابع سياسي يسموها اليوم أحزاب أو حركات، حركة اتصال الحرية الديمقراطية، حزب الشعب، حزب البيان وغيرها، كانت تنشط في الحواضر داخل المدن، بينما كانت المناطق الجبلية هي ملجأ للحركة الوطنية في كل عصورها. ويمكنني أن أقول أن هذه المنطقة المحيطة بالمنيا انطلاقا من الشرق ولاد العربي مرورا العصفورة وخروجا إلى منطقة بلاد الصالح ثم إلى جبل مخدش، هذا الهلال هذا كان هو مهرب قيادة الحركة الوطنية التي كانت تنتمي للشمال القسنطيني. وبالضبط في نخدم الأخبار كان موجودا ما بين 45 حتى 54 كان موجودا بلاد تاع عصفورة، وكانوا
جرائد البصائر والجرائد الفرنسيه ديها الجبل تاع عصفوره. هنا سي الاخضر الطبال كان هنا مستخفيا، وكان كثيرا ما ينزل الى منطقه العربيه والى منطقه الفدود من اجل اقتناء الاكل بشكل سري، حتى لم يكن احد يعرف انه كان ينزل اليه. وكان اكثر وجوده في تصوير شبه المنظم تاع الحركه الوطنيه كان ذكيا، هو كان هنا في عصفوره، ولكن القيادات كانوا يبعثوا له المراسلات نتاعهم للدار تاع القعوير في الشكريله في العقبيه فوق سيدي معروف في غزاله اليوم فوق غزاله. كانوا يبعثوا له المراسلات لتما على سي عمار الدار. لما يجتمع مجموعه المراسلات يبعث له هو هذا الربيع شيخ يقول له يروح هو عنده في الليل يتصل به شوف واش كاين ويروح يخدم له واش لازم يدير. لماذا؟ باش ما يلقاوش الفرنسيين، ما تستخدموش المخابرات الفرنسيه كانت تسوق. ومعروف أن عملية بوشهام حدثت في أول نوفمبر 54 وحدث فيها فوج كبير بالميلية دمر كل مناطقها، ولكن البداية الفعلية التي تأسس فيها جيش التحرير الوطني فعليا كان بمجيء أحد أبناء هذه المنطقة وهو سي مسعود بوعلي بمنطقة عنابة، لأنه كان فقيرا ولد هنا هو بوعلي، ثم انتقل إلى عنابة ثم إلى فرنسا إلى طولون، ثم عاد إلى عنابة واتصل بسي مصطفى بن هدى معروف سي عبد الله بن هدى، فأرسله وفق 3 من الناس تقريبا اختار معروف بركة الشهيد الذي استشهد في الشرق، وسي مسعود بن الصم عبد الله بن الصم المعروف بسي مسعود الطاهري، وسي عنابة بوغريرة هو سي مسعود بوغريرة، ويسمون بجماعة عنابة. وهذه جماعة عنابة هم الذين أسسوا للثورة التحريرية في منطقة الميلية والشمال القسنطيني عموما. فلما نزلوا عند هذا الخضر الطبال نزلوا عند القعوير فاقتسموا قيادة المنطقة. سي مسعود الطاهري راح حكم برج الطاهر ومحمودها. سي مسعود بوعلي حكم الميلية كاملة، الميلية القديمة يعني الضابرة الكبيرة اللي فقال إلى تقريبا القراب، إلى هذاك الوقت يقولوا له الكوم تاع كرافلوت في هذاك الوقت، اليوم يسمى على ما أظن الله أعلم غاسلين أو حاجة كذا، مكان جنوب القراب على طريق قسنطينة. نعم. وهو كان تقريبا يمتد إلى كرافلوت، أنا مش كرافلوت إكزاكتلي يجي، ولكن في البار بالضبط. إذا تقريبا يعني إذا كانت قيادته إلى غاية هذه المنطقة. والتخديم مختار كان قائدا عسكريا مكلفا بالتشكيل، بينما عنده أبو هريرة كان تابعا لسي مسعود الطاهري ينتمي من عرش العلم. بعد ذلك بدأ سي مسعود بوعلي في تنظيم الثورة التحريرية منذ شهر جانفي. تصوروا الرجل الفاضل الذي كان يلقب آنذاك بشوغر بلوك، الحصان الأبيض. تعرفوا شنو الحصان الأبيض بالنسبة للفرنسيين؟ شوفوا الكوميك رسوم متحركة، واحد الحصان الأبيض عنده جناحين وعنده القرن هكذا. هو حصان لا يراه المسيحيون إلا في الأحلام. حنا نسميوه في الدين الإسلامي البراق، الحصان الذي ركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وما يعرفوه يقول لك لو شوفان بلون هي حصان خيالي، شوفوا غير في الخيال. سي مسعود كانوا يسميوه لو شوفان بلون، أولا لأنه كان يركب واحد الحصان أبيض، ثانيا لأنه كان فعلا رجل يسمعوا عليه ضرب يشوفوه، وكان هو الذي نظم الثورة التحريرية بدءا من شهر جونفي. ثم في 9 مايو اتصل بسي محمد الأحمر في بنسبة وأمره بإعادة تجميع السابقين في الحركة الوطنية من أجل إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني. فجمعهم، وكان سي محمد الأحمر، سي حسن السيد، سي صلاح أبو العتيقة، سي صالح غربي وغيرهم من قيادات الحركة الوطنية مع عبد الأحمر اجتمعوا في بيت سي محمد الأحمر في 13 ماي 1955. 13 ماي 1955 هو تاريخ التأسيس الرسمي لجيش التحرير الوطني. وهذا 13 ماي لكي تعرفوا أن قيادة الثورة ما كانتش غبية. الفرنسي دخلوا عندنا لما جاء بيدو في 13 ماي 47. انطلاق ثورة بنيامين درويش اللي قلت لكم عليه في 13 ماي 49. دو سانتارنو كان وصوله في معركة الركابة في 13 ماي 51. بعد ذلك تأسس جيش التحرير الوطني رغم أنهم بدأوا يجتمعوا في 9 ماي، خلوا حتى 13 ماي 55. وأعلن سي مسعود بوعلي أنه أسس جيش التحرير الوطني في الشمال القسنطيني
وأرسل إلى زيغون يوسف أنه أسس هذا الجيش. بعد ذلك شوفوا معي العمليات الكبرى التي قادها، أنا نحكي شوية على العربي باش ما نوزعش بزاف. التحق به الكثيرون جدا من ولاد العرب، ما قدرش نحسب لكم لي فامي، لأنه كان بدا نحسب راه نقول لي فامي كامل. سأخبركم أنه لا تخلو أسرة واحدة من ولاد العرب ما تحكمش بالثورة التحريرية المسلمة. أنا كمؤرخ ربما سنتناولها من طرح أنثروبولوجي. سأقول أولا لأن قائد قديما ما كانش بالسهولة يا جماعة. أنا في الدولة الجزائرية يمكن كانت فرنسا باش يجي يقول لك فلانية تروح تجاهد تقول لي يا برا كان راح جاهد فرنسا تمهبول. ما كانش طرح بالسهولة اللي راكم تصوروا فيها هي يروحوا يجاهدوا ويستقلوا، كان الأمر صعب جدا. أي فرنسا عندها جيوش وعندها مطارات وعندها طائرات وعندها حوايج بزاف. إذا فبداية ثقتهم في سي سعود بوعلي كان لأمر نسبي بن عمهم، وبالتالي ما دام ابن منطقة الولاد العربية من المستنتج أن أبناء منطقته سيدعمونه ولو حتى يمشيوا معاه نيف. النيف يمشيوا معاه يلتحقوا به. فكان معظم السباقين إلى الانتماء إلى فوج هذا سي سعود بوعلي هي أبناء عمه، وهذا أمر منطقي جدا يعني ما راحش نصليهم فيه. السبب الثاني هو أنه كان نشاطه معظم نشاطه في هذا محور بوخداش حصفورة. لم يكن يدخل إلى الولاد العربي لأسباب أمنية، لأنه كان يعرف أن فرنسا ستبحث عنه في عرشه، ولكنه كان يشتغل على محور بوخداش عقبية درافلوت عصفورة، يعني كان في هذا المحور، ويتصل أحيانا ببني صبيح لأنه كان في سي محمد الأحمر وهو أيضا قائد من السباقين في الحركة الوطنية. بعد تشكيل جيش التحرير الوطني سأذكر 3 أو 4 معارك كبرى قادها هذا الرجل باش نضحكوا شويه يعني، لأنه هذه المعارك سبحان الله أنا أتعجب. واش دار سي سعود بوعلي؟ الفرنسيين ما ينساوش التاريخ، وجيش التحرير الوطني في المنطقة أيضا ما ينساش التاريخ، لكي تعرفوا أن قداش الشيخ نسبة التاريخ في القرآن الكريم. تاريخ الله عز وجل واش حكى لنا في القرآن. هي الشيخ يعلم أنه معظم القرآن الكريم قصص، حكايات، تاريخ ذكر الله فيه أخبار الذين سلفوا أخي بخصوص القصص وغير ذلك. وبالتالي حتى الناس إذا لم تردوا بالك شاهدين في اللحية يا جماعة أنا سأشير إلى أمر، وهذه القضية لا توجد محاضرة منذ أصبحت أستاذا اليوم أحاضرها ولا أقول. يا جماعة أنا أدرس بجامعة مهران، والشيخ الإمام الفاضل يعرف ما معنى جامعة مهران، معناها الجزائر كانت تقاتل. كان واحد الطفل يقرأ عندي لما يتحدث على نهضرة الأفراد الوهرانية ما يعرفنيش إلا كان ماشي وهراني وهراني، فهذا الرجل فهذا الكلام بالنور أنا صيدته يعني فهذا كي كانوا يكتبوا يقولوا في تهديد قال لي تصدقنا وزود يرسم بين يعيبوش لا يعيبوش يعني في مدينة قريبة تصدق حاول يقولوا معليش باين غادي في واحد الولاية يقول لها جيجي حاول الولاية يقول لي ولاية ما عرفش حاول يقولش في جيجي وين قال في ميليا وين في ميليا فيها شنو تنفور ولاد عدي وين كان يشوف معاك غادي تعرفوا كيفاش تعرفوا قلت له نديروا علاش ما نعرفوش انا قال في بالي واحد ما يسمع بينا هو يشوف نفس النظره الدونيه يحكى روحه مرة كل دايرين مقارنه مع علاش يحكى روحه؟ لانه يعتقد انه اقل شأنا. لما يشوف واحد سلطيني يقول له سلطينا ماسينيسا والرقم ما ساجو دونك هو يشوف نفسه اقل شأنا منهم لانه عندهم تاريخ. هو كيقول له انت يقول له انا ولاد عربي، هي ولاد عربي من بعد تحبس انا شكون ولاد عربي؟ واش داروا في التاريخ؟ يبقى يشوف معه. وكذلك على بالي لما جيت انا اليوم ساحاول ان اتحدث عن ولاد عربي قديما، القبائل التي تنتمي الى لكن يقولوا ولاد عربي هو اسم قبيله ما عندهاش بزاف اللي عكسنا ولاد عربي، ولكن باش تعرف تاريخها واعمالها القديمه لابد ان تعود الى التاريخ القديم وتذكر اسماء
قسنطينة تأسست في القرن الثامن قبل الميلاد، وحنا هنا في القرن 11 قبل الميلاد، يعني حنا سابقين قسنطينة ثلاث قرون. يعني ما تجيش تقول لي أو قسنطينة، تقول لي بلاد عربية خير، ونحكيو على البلاد العربية ما فيش مشكل. هذا لازم تفتخر، لازم يفتخر بأنه ينتمي للبلاد العربية، يفتخر أنه ينتمي لتنفذه، يفتخر أنه ينتمي مثلا للزعامش أو ينتمي إلى البوزين أو ينتمي إلى أي قرن. لابد أن يفتخر لأنه ابن المنطقة، ولأنه لا أحد في الجزائر ليس له ذلك. وهذا الأمر في الحقيقة ينطبق على كل الأرياف الجزائرية، لأنني لاحظت أيضا في وهران الناس غينيزان يحشموا مروحهم، رغم أنه حتى ناس وهران أيضا أحيانا لما تخرج مثلا إلى البارح في عيد بوشن أو تخرج مثلا إلى البليلات أو غيرها، تلقى البليلات يحشم بنفسه قدام الوهراني وغير ذلك. وبالتالي باش نكونوا سواسية كلنا لابد أن يعرف كل واحد في كل بقعة من هذا الوطن أنه متساوي، هو تابع من تاريخ قديم لابد أن يبحث فيه. ما تقدرش نلومكم في البلاد العربية لأني أعرف أنه عندكم جامعيين بزاف بالك قليل يقرأ تاريخ. كاين واحد يقرأ تاريخ؟ بعثوا لي واحد ولا لازم شي كنت ندرس فيه واللي يخدم على هذه المنطقة إن شاء الله. سأعود لنقل فرنسا ما تنساش التواريخ. في 13 ماي 45 قبلها في 8 ماي خرجوا المظاهرات، في كل المناطق خرجوا المظاهرات، خلات حتى 13 ماي وراحت لبني عيشه وين وقعت الملحمه تاع الركابه التي انهزموا فيها وقتل لهم اكثر من 1000 جندي. ماذا فعلوا؟ داو معهم الشلوح والسينيغال السينيغالي اللي جابوهم الشلوح تاع المغرب، داوهم وامروهم ان يقتلوا كل سكان المنطقه، اطفال النساء الرجال، فقتلوا منهم اكثر من 400 واحد، وهذا امر مشين جدا. فماذا ردت عليهم هذاك الوقت الحركه الوطنيه؟ ما كانش الثوره التحريريه، سجلت هذا التاريخ 13 ماي شفاو عليهم دخلت 400 شفاو عليهم. بعد ذلك في 11 ماي يعني مش بعيد عن 13 ماي راحوا لبني وجهان هنا فصل العنصر وقتلوا ايضا اكثر من 400 رجل، ابادوهم عن اخرين حتى بقاو غير رجال قله، حتى بني وجهان بقاو كميشه ومعظمهم هربوا للميليا العنصر بقاو في 11 ماي 56. لما جاء سيد سعود بوعدي وعين قائدا لفيلق الولايه ماذا فعل؟ يوم 11 ماي 57 قام بكمين زكار. تصوروا قداش الكاميون كان في الكمين هذا؟ 14 كاميون فيه اكثر من 16 قطار تاع القهوه، الى غايه الاستقلال كانوا مدينه قهوه والقهوه تاع زكار 16 قطار. واش الى غايه الاستقلال بقاو يتقاوموا القهوه تاع زكار. اخذوا اكثر من 800 سلاح متطور، كان ذاك الوقت بالبال بعد كان سلاح اخذوا عدد ما تقدروش تصوروه لدرجه انهم ما قدروش يرفدوا هذوك اللي قتلوهم خلاو لهم السلاح تاعهم ما كاينش باش ترفد. قتلوا اكثر من 400 جندي فرنسي، قال شفاو عليه مليح على القرزمي 11 ماي عطاهم 11. موراها تصوروا الذكاء تاع سيدي سعود ومن كان معه من المنطقي في الاستراتيجيه العسكريه انه يدار عمليه في مكان يهرب. واش دار؟ الفرنسيين بداو يفتشوا عليه في الاماكن المحيطه غير زكاه ما فتشوش عليه، بقي فيه الشعب في زكاه. واقام كمين اخر على بعد حوالي 2 كيلومتر في زكرانه، وكان اسوأ وابأس وقتلوا فيه اكثر من 700 واحد ودوا فيه اسلحه كثيره جدا لدرجه انه في الاوراس حاروا فيه. تقتل 700 واحد من الناحيه العسكريه باش تقتل 700 واحد ما باليش انا لازم لك عدد ضخم جدا، وهو فيلق الولايه اصلا ما كانش فيه اقل من 300 عام، تقتل 700 عام جندي فرنسي. الفرنسيون راسهم محبس، لو جنرال شار بعث اكثر من 6000 جندي دعم من المنطقه، وبعث اكثر من 14 طائره لهذا المطار اللي كان هنا في منطقه بلاط، كان فيه مطار طائرات تنقل. واش داروا لهم؟ انسحبوا الى هذه المنطقه، الى منطقه الواد العربي، واعتصموا بهذا الجبل، وانتقل الفرنسيون للبحث عنهم. فقامت فرنسا بمحاصره مقر الولايه في بني صبيح، وكان في سي مصطفى فيلالي وفوج قسنطينه وبان وكل، وكانت معركه اضخم قتل فيها اكثر من 1110 فرنسيين. هذاك النهار انهارت الحكومه الفرنسيه. وتصور وقتاش كانت المعركه؟ في 28 ابريل. انهارت الحكومه الفرنسيه في 13 ماي 58.
13 مايو في شبيك على تاعنا 13 مايو انهارت الحكومه الفرنسيه وجاءوا بديكون رئيسا، وكان اول مكان اراد ان يزوره هو المكان اللي طلعوا في فرنسا. قال نروح نشوف هذه ستاره مكاتب، نشوف هذه اصلا كانت اسمها ذاك الوقت العشاش، ما كانش اسمها ستاره. قال نروح نشوفها. فكانت اول زياره ليه تسطينا ستاره. بعد ذلك اول من سال عنه قال لهم شكون هو هذا؟ سي مسعود بوالي. سيكي بعد له جنرال شاب هذا المخلوق تاع اللي كان هنا، هذا كان تراكي موجود في، قالوا بعد فيها رابور على شكون هذا بوالي. كتب له واحد الرابور كي وصل عند جنرال شاب اللي كان قبلها. بعث له دغول. واش قال له؟ قال له عندك ان كاري، لو كان ما تفضش الناس اللي فيه ما تستقلش الجزائر هذه. قال له لو كاري دالمينيا ils ont un cheval blanc، عندهم حصان ابيض. واش معناها حصان ابيض؟ يعني ما تشدوش من الاحلام، ما تقبطوش يعني تشدوه. ils ont un cheval blanc، عندهم حصان ابيض. قال له سي لو كاري دو لا مور، مربع الموت، هذا الكاري تاع المينيا. واش قال لهم دغول؟ ببساطه العباره قال لهم شارجي لارمي فرونسي المينيا، وكل الجزائر طبق عليها النظام المدني الا منطقه المينيا خلاها نظام عسكري، منطقه عسكريه محرمه ممنوع الدخول والخروج اليها. وتراكي بعث احد عملائه الى سي مسعود بوعلي قال له اريد ان اراك. قال له حلمي ان اراك، ماشي اريد. قال له سي مسعود بوعلي فيما يذكر بعض المجاهدين الذين كانوا يرافقونه وبالضبط تحديد سي احمد العابد عبوبي معروف، قال خرجنا بحراسه مشدده مع سي مسعود الى منطقه الكوم تاع بومهلال، واطل عليه تراكي قال له لقد انتهت الثوره في الجزائر ولم يبقى في القتال الا انا وانت، واعتقد ان سي عطار الدين يعرف الحادثه جيدا لاني قراتها في كتابه. والحادثه الجزائريه جيدا.